فيها هو التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت داخلية أو حتى متغيرات على المستوى الدولي. لكن الجزء الخاص بالمشروعات القومية ومن ضمنها المشروع المهم جدا المجمع الخاص بالرمال السوداء، ده واحد من أهم المشروعات، لأن احنا بالنادي يمكن من سنوات او من عقود بفكره ان الاستغلال الامثل للموارد المتاحه والموارد الطبيعيه اللي موجوده. صحيح. للاسف الشديد مصر يعني بتمتلك عديد من الموارد الطبيعيه، لكن احنا كنا يعني خلينا اقول كنا كتير بنشمت في الدول الافريقيه ونقول اصل هي بتصدر المواد الاوليه وترجع لها سلع مصنعه، وان هي واحنا كنا كده. يعني للاسف احنا كنا دايما نقول افريقيا، بس احنا كنا برضه بنعمل كده. فان احنا نبتدي نتحرك على تغيير مفهوم عشنا معاه لعقود كثيره جدا، وان انا ابتدي استغل واستفيد من المواد الطبيعيه اللي عندي ومن ضمنها الرمال ايه السوداء. اللي كان مانع من احنا نستفيد بالمواد الطبيعيه دي؟ هل مثلا ان ما كانش في راس مال كافي علشان نجيب المعدات او التقنيه اللي تخلينا نعرف نصنع من هذه المصادر، ولا كانت ايه كان المواد؟ عندنا مشكله في الاراده والاداره. الاثنين دول كانوا عاملين يعني مشكله كبيره جدا، لان الرمال السوداء موجوده من عقود الزمن، لكن هي الفكره كلها هل حد فكر ان هو يستغلها؟ وعلى فكره مش بس الرمال السوداء، ما احنا عندنا برضه الرمال البيضاء، وبتبتدي تخش برضه في عديد من الصناعات التكنولوجيه فبالتالي فكره ان انا ابتدي استفيد من المواد ديت. وكمان في نقطه، جزء بقى من مناخ الاستثمار اللي احنا بنتحدث عنه، ان انا كمان مش بوفر لك بس المناخ ده، انا كمان بوفر لك المواد الخام اللي انت هتحتاجها في الصناعه. فبالتالي ازاي ان انا كمان يبقى عندي فرصه ان انا اجذب الاستثمارات دي ان هي تبقى موجوده على ارض مصر، وان انا لما اعظم الصادرات كمان هبتدي اعمل توازن بقى في ان احنا نجيب عمله صعبه بالظبط. وكمان في نقطه، ده انا لما اصدر سلع صناعيه غير لما اكون بصدر سلع زراعيه، وبالتالي صحيح. المردود والقيمه بيبقى اكبر بشكل كبير جدا. طبعا. وازاي ان انا كمان قبل حتى ما افكر في التصدير يبقى عندي اكتفاء ذاتي، وازاي ان انا لما ازود في الانتاج يبقى اسعار السلع بالنسبه للمواطن تكون اقل، لان خلاص انا بنتج محليا. وازاي ان انا كمان يبقى عندي فرص اكبر لجذب شركات مالتي ناشونال او شركات متعدده الجنسيات ان هي تبقى موجوده على ارض مصر. انت عندك المواد الخام، وعندك التسهيلات اللي انا بقدمها لك، والطاقه، وعندك كل المحددات الاستثمار اللي انت بتتحرك عليها. يبقى احنا دلوقتي محتاجين حاجه كمان مهمه، هي الترويج والتسويق للفرص الاستثماريه الواعده اللي على ارض مصر. انا عملته في جمع الصناعي، ده جزء مهم جدا، وعملته بالنسبه للرمال السوداء، دي كانت ضربه البدايه من قبل الدوله. طيب انا محتاج برضه القطاع الخاص، ويمكن فخامه الرئيس اكد على الجزئيه دي، ازاي ان في فرصه متاحه للقطاع الخاص سواء كانوا مستثمرين محليين او مستثمرين اجانب، ان تعالى انت كمان اعمل مشاريع مرتبطه بالرمال السوداء والرمال البيضاء، وعندنا والسيليكون وغيرها من المواد الطبيعيه جدا اللي نقدر ان احنا نتحرك عليها ونستفيد منها وندخلها في قطاع الصناعه. واقدر بقى كمان ان انا استفيد بقى فرص عمل بتبتدي ان هي تبقى موجوده، زياده في الانتاج، فرص في التصدير. ابتدي كمان المصانع اللي هتبقى موجوده دي ما هتدفع ضرائب، وبالتالي الايرادات بتاعت الدوله تبتدي تزيد، وعجز الموازنه يبتدي يقل، مستويات الدين تبتدي تقل، وجمله كبيره جدا وعدد لا نهائي من الفوائد اللي الاقتصاد يقدر ان هو يستفيد منها، في ظل ان الدوله كمان بتتحرك على برنامج الاصلاح الهيكلي، وازاي ان ترفع نسبه مساهمه قطاع الصناعه. علشان كده فكره ان انا كمان يكون تفكيري ان انا ادخل صناعات جديده في هيكل الاقتصاد، ما يبقاش بس الصناعه عندي معناها ان انا اصنع جلود وملابس جاهزه وبعض صناعات البتروكيماويات وهم دول اللي انا بصدرهم واسعارهم بتزيد عالميا فانا الصادرات عندي زادت وخلاص. لا، هو الفكره كلها ان انا ابتدي ادخل صناعه سيارات، وابتدي ان انا ادخل مجموعه كبيره من الصناعات الجديده والصناعات التكنولوجيه داخل الاقتصاد المصري، افيد بيها المواطن في الاول، وبعد كده يبقى عندي الفوائد اللي انا اوجهها للتصدير، واستفيد من علاقات سياسيه ودبلوماسيه جيده على المستوى الدولي.